ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض مكرونه وبانيه. الراعي الرسمي الاول 5 6 7 8 10 سنين جواز. بس النهارده هنعمل خلطه للبانيه حلوه جدا، هتخليه طري معاكي، يعمل قشره كريسبي من بره ويبقى طري من جوه. التوابل معانا: فلفل اسمر، 7 بهارات، توم وبصل بودر وبابريكا وكركم وكاري، وواحدة ماجي وشوية ملح. كله طبعا بالمعيار الصغير. طبعا انا كده ضفت ايه، في مقدار مثلا كوبايه الا ربع لبن، وضفت لها التوابل اللي انا قلت عليها دي على 700 جرام بانيه. مثلا نص كيلو، يعني ازيد حاجات بسيطه، مش ايه، مش هتفرق يعني قوي، من 700 لنص. ضفت طبعا البانيه والملح والماجي، هقلبهم كويس، وهنسيبهم بقى إيه مثلا ساعتين، يشرب كده من الخلطة علشان يبقى طري جدا من جوه. هنحمر جنبهم شوية مكرونة. مكرونة هنسقيها يعني مقدار كده كوبايتين طماطم، فلفل طبعا اسمر وملح وماجي. ودلوقتي ايه، انا بحب المكرونة تبقى جوسي كده، طالعة حلوة جدا وريحتها مفوحة خالص يعني. نعمل بقى طبقة الكريسبي تبع البانيه. انا حضرت الخلطة فيجيتار وكريسبي، طبعا خلطتهم مع بعض مع شوية نشا ومعلقتين دقيق، وهبدأ اعمل الخلطة، اعمل الطبقة دي للبانيه زي ما انتم شايفين كده. ما بنضغطش عليها جامد علشان آه، يعني سر القرمشة في اني انا ما بقاش كابسة الطبقة دي. وزي ما انتوا شايفين كده بجد طلع وهم طعمه حلو جدا، والطبقة بتاعته زي ما انتوا شايفين حلوة قوي وطري جدا من جوه. هيعجبكم، لازم تجربوه على طريقتي دي. وبألف هنا وشفا يا رب. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتعليق جميل من ذوقكم. مع السلامة.